سكرت على الصورة. ايوه علو الصورة ورا علو. منين علوها علو. لا لا منيح منيح. كمان علو لهون. بعدوا لهم يا حبيبي قلبها لا وكثير امهات بلبنان عم يحترق قلبها ورا الاهمال الطبي اللي عم بيصير اتجار بالعالم اتجار بالبشر بدها هي بدها الدواء اتجار بالعالم عم بتنشوا بالعالم ارواح العالم انا الصحة يجي اكثر بس يسكرنا المستشفى الخرا اللي عم بتقتل الاولاد عم بتقتل الاولاد نحن بس لا انا بطلب ما بدي، انا بطلب تتسكر عيادتي لدكتور قسطى. انا بنتي كانت تجربه لكل الاولاد، لكل ام عندها ولد ولكل عائله عندها اولاد. انا بنتي كانت تجربه وانا خلص بقول الحمد لله، بس انا ما بقبل الا لتسكر عيادته للدكتور زكريا القسطى وهو يوقف عن شغله، لانه هيدا منه دكتور، هيدا جزار، هيدا جزار ايضا. فيك تحدثينا عن الشيء اللي صار مع بنتك رحمة الله عليها؟ انا رح احكي لك اليوم في رأي عام عم يسمعك، بده يعرف شو الغلط اللي غلطه الدكتور كرمال يعرف. تفضل. بس هي فعليا جوا البنت كله مضروب، حالات كبت كله عنده رايح، دماغ كله عنده رايحه. في غلط، في صار غلط هو عند الحكيم هون، في غلط. بنت منيحه راحت على المستشفى مريضه وهن عم بيعالجوها، البنت تحكي يعني ما لها شيء، بس تحطي ايدك هون جسمها دغري ينفر، كله هون عندها هون لما حممتها كله احمر جسمها كله منفخ. في شيء ماخذينه غلط. وقال ابو فعور شو بيحكي؟ نحن حاضرين سبب الفيروس. هو بيحكي طب شو اسم الفيروس؟ مش عارف. هو عم بقول انه هذا تسبب قلب. في حدا ما بيعرف؟ تسبب؟ لا هو بقول تسبب قلب. هو التقرير بيجي هيك. اي حدا بيموت اخر شيء بحط له قلب. انا على الصيدليه عملنا الابره، قال لي كثير منيحه بسرعه. هلا اعطوني التليفون، اعطوني وصل الدكتور وختم الدكتور. عطيتها الابره على الساعه 5. بعد 3 ساعات من الابره بنتي بلش عليها عوارض ورا دينتها، بلشت حساسيه ورا دينتها زرقاء حمراء، مدت لرقبتها، بلشت تستفرغ، العيان نفسه استفراغ وعملت اسهال بنتي. جيت بدي احملها لبنتي حتى شوي على البرندة، قالت لي ماما بعد عني صارت تصرخ من الوجع لانه جسمها ما عم فيي اتقرا اياه. بلش شفونا يورموا لبنتي، حطيناها على البرندة، قعدت على الكرسي، قلبت بنتي لورا. كان قايل لي هو بس عطاني الوصفه، قال لي اذا بصير مع بنتك اي شيء دغري بتدقي لي بتنزليها على الطوارئ بسرعه. ليه قال لي هيك؟ دقيت له انا ونازله وبنتي معي، قلت له دكتور صار معها 1 2 3، قال لي بسرعه على الطوارئ. بسرعه على الطوارئ، جيت فيها لبنتي على الطوارئ وصار اللي صار. الكل يفسر، ما كملت من بعد الابره 3 ساعات بنتي كانت واقعه. غلط مين هيدا؟ انا بطالب انه تتسكر عيادته للدكتور زكريا القسطى، دكتور خليل زكريا القسطى، ويوقف عن عمله لانه بده يقتل اولاد من بعد بنتي. وبطالب الوزير، انا اللي بعرفه وزير انساني وشجاع وبطل، انساني وشجاع وبطل، انه ياخذ حق بنتي عشان من بعد بنتي انا ما يوقع ولا اهل باللي وقعت فيه انا. هل انت مع قانون بدين او بحاسب اي دكتور صار معه اي خطأة طبية؟ طبعا. اليوم نحن عم نعاني من هيدا المشكلة ونحن حنصعد بالموضوع، كثير في عمليات عم بيصير فيها اخطاء، لا بل عم بيصير في جراثيم عم تنتقل من مريض لمريض وما عم يتحاسب الدكتور بعد اي عملية بتصير، بل ما حدا عم يدفع غير روحه للميت. بس انت أنا مع هذا القانون بانه يحاسب الطبيب؟ انا 100% مع هالقانون. طبيب والمستشفى صح، المتورطة المتسترة اللي انا اسال كل شوي دكتور شو في، يروح نيرس ويجي نيرس يقول لي غير، يجي نيرس اساله شو في يحكي لي، يجي نيرس من بعده يقول لي غير عن النيرس اللي قبله. انا ماتت بنتي، نزلت عم باخذ عنينة مي، طلعت بيقولوا لي انا اهلي انه توفت. ما في وقت ربع ساعة قالوا لنا احملوا الجثة حرام، روحوا ادفنوها، ما بدنا نحاسب، ما بدنا فاتورة منكم وما بدنا شيء، ما بدنا فاتورة وما بدنا شيء، خذوا البنت حرام ادفنوها. اكبر اثبات انه في شيء غلط كان، هيدا اكبر اثبات. انا معكم. بس عفوا لانه في ناس عم يسمعونا وعم يحضرونا، فيكي بس تقولوا اسم المستشفى اللي كنت عم بتصير فيها العملية؟ اسم المستشفى مستشفى حمود. مستشفى غسان. انت جيت على مستشفى غسان حمود على الطوارئ؟ أنا
املي بالمستشفى بس نعم. انا خيبوا لي امل المستشفى والدكتور. في اي تقصير صار من المستشفى لما وديتي بنتك؟ ما في تكسير، كان في تستر على حاله بنتي. هيدا بعد الوفاة؟ كان في تستر من اول ما انا فوتها غرفه عاديه. نعم. في خلال ساعات لقيت انا اكيب طب كبير من بيروت كبير فاتوا على الغرفه. انا عاشت هيدا بسرعه. والدها للبنت. قالوا لي حضرتك انا والد عاشت البنت؟ بسرعه. البنت يكون شكل يقول لي مع التهابات بالراس، اسال حكيم غيره بعد ساعه شو صار معنا ان شاء الله ارتاح، بقول لي ما معنا التهابات براسه، شوي تاني يقول لي مع السحايا، شوي تاني يقول لي ما مع السحايا. قال لهم بالوقت اللي عملوا فحص السحايا ما بين. عملوا فحص السحايا بتقول انا مع سحايا، هو اعطيها ابره للسحايا وبس بده يعمل لها فحص السحايا لازم يحطها بغرفه معزوله. عملوا لها اياها بغرفه عاديه اقل من غرفه عاديه مقابل مش معنيه. حكيم خطا كثير ببنتي كثير بشع في تسطير من الحكمه كلهم سوا من جوا. بس اذا بتريدوا ما بعرف كيف بدكم تاخذوا الصوره، خذوا لي ختم الدكتور خليل القصه. مين بده ياخذ؟ هو عم بقول ما عطاها ابره. مين بده ياخذ؟ هذه الصيدليه بصيدليه شو امل مدري ليش امل خدوها؟ الابره ما لازم يكون في ضوء فوقنا بس. فتحوا ضوء الموبايل على الاخير كرمال نشوف الورقه الموجوده. بعدين بصيدليه امل انعطت الابره، انأخذت الابره. صيدليه الامل ولا الامال؟ امل شو امل؟ وين موجوده؟ على تحت الشهداء؟ على دوار القناي. دوار القناي؟ على الرهبات. هنيك انعطت الابره، ليه بده ينكر ما عطاها؟ انا روقي شوي خالتي. انا لما جيت عم بعطي الابره عند الصيدليه لما طلعت بروشتها اول شيء قالت لي اوف هاي وصفه حكيم. قلت لها انا ايه انه وصفي شيء يعني؟ قالت لي كثير قويه الابره. طيب قالت لي كثير، قلت لها هالقد قويه؟ قال لا خلص يلا رح اعطيها هي. الابره اتاخذت بصيدليه الامل؟ بصيدليه الامل بس ولكن بوصفه الدكتور. بوصفه الدكتور. هي معه. طيب قبل التحرك السلمي الغاضب تاعكم كرمال رحمه الله بنتكم تيا، هل اخذتوا اي اجراء قانوني بالموضوع؟ انا كنت ناطره لانه بنتي كان عندها الثالث. كان عندها الثالث. ما في دعوه يعني على المستشفى. نحن دفنا روح الطاهره لانه البنت راحت غلطه مستشفى، غلطه حكيم. ما في مستحيل 24 ساعه بنت تفوت على جال وتظهر ميته. انا بنتي لو عندها سرطان، بنتي كان باخر حالاته سرطان، باخر مراحل السرطان بتموت بنتي بليله، بتموت بليله. وقفوا الكلاوي وقفوا القلب، قالوا لي عم تتلف. قالوا لي محمود اذا بتريد روق شوي، قالوا لي عم تتلف اعضاء بنتك كلها. وقفوا الكلاوي وقف القلب. تعتبر الابره نتيجه هي ولا الاهمال الطبي؟ هي الابره كانت مسببه ومن بعدها صار في تستر وصار في مثل بدي اقول لك ضاعوا بالتشتيت، ضاعوا صار كل ما اسال حدا يقول لي هيك، كل ما اسال هيك. انا برجع بقول لكم بدي انا الوزير ابو فعور انا املي فيه، لانه هو بطل وشجاع، لانه هو ما رح يروح حق بنت عمرها 8 سنين. شكرا لك. كرمال بس ارجوك كرمال ما يصير في تكرير للمطالب، ولكن نحن معكم بهذا الموضوع. بس انت صار قبل خروج البنت من المستشفى صار اي تشريح لها كرمال نعرف سبب الوفاه؟ لا ليه ما طالبتوا بهذا الشيء؟ لانه نحن بصراحه كنا يمكن شوي روق شوي. اذا بتريدوا روق شوي. لحظه خالتي اذا بتريدي بس خلينا نسمع راي الام لو سمحتي. بس لا احكي اذا بتريدي حنحكي. لحظه بس شوي. انا طلبت انه البنتي على مستشفى الجامعه الامريكيه او على اوتيل ديو، مزبوط ولا لا؟ اجى الدكتور قصة قال لي بنتك ما بتنقل على الجامعه ولا بتنقل من هون للمستشفى عن التخت، ما بتنزل بنتك بتموت. في افهم ليه انا؟ ولو حتى بسياره مجهزه قلنا له نحن شو ما كلفنا الامر بننقل البنت، قالوا لنا ما فيكم تنقلوا البنت، ما فيكم لانه البنت بتتوفى بمجرد ما تنزل عن ما بتوصل معكم. ما في تستر على جريمه كان عنا بس توفت البنت بقول حدا جايب خروف حدكم بدك تدخل الخروف بالجرثومه. بيحكي نزل خروف يا عم شو عملت هذا حكيم؟ نفترض انه ما في جرثومه 24 ساعه. بهال 24 ساعه الخروف بده يقتل بنت؟ ما عارفين لما جيت انا وطلعت شفتيها بالمستشفى، طلع سلم عليها، حكى لي الدكتور انه ممنوع تفوت. قلت له ليش ممنوع تفوت؟ قال لي وزاره الصحه جوا بياخذوا عينات.
بس من جوا ما كان وزاره الصحه موجودين، اللي كانوا جوا بس نرس هذا. هو كان عم بكذب، ما كان عم بيحكي صح. لحظه محمد، بعدين بنتي قالوا عندها فيروس كثير خطير بيعدي. قالوا عندها بنتي فيروس كثير خطير وبيعدي. انا ولا نيرس شفتها تفوت لابسه كفوف او حتى كمامه، ولا نيرس شفتها انا تفوت عم خليتها الحامل فوتوها. لك انا اختي حامل، اختي قالت له للدكتور انا حامل دكتور لانه اذا الفيروس بيعدي او شيء، قال لا ما بيأثر. اذا كيف بيعدي وكيف ولا نيرس هن بيفهموا كثير بالطب وبيفهموا بس يكون الفيروس بيعدي شو هي الاجراءات، ولا نيرس تفوت حتى بايدها كفوف او حتى كمامه. طيب اليوم لكن صرنا كمان عم نسمع منكم انه نعم كمان في اهمال بالمستشفيات، وعم تحسوا حتى في تعجرف بالمعامله، ما عم بكونوا زي ما بيقولوا ملائكه الرحمه، بل عم بكونوا قاسيين مع العالم. هلا بتقول عننا انتم ناس كذابين. انا اما وقفت عم بحكي معها بتقول لي روحي انت كذابه، من بعد ما قتلتوا لي بنتي عم تقولوا عني كذابه. نحن جماعه، نحن ناس محترمين، لو نحن ناس مش مناح، احنا جينا من اول يوم خسرنا المستشفى ولعناها، بس هي عيب هذا الحكي تحكي. طبعا نحن ما حنشتغل بهذا الاسلوب، بس نحن اليوم بمظاهره سلميه عم تطالبوا بحقكم بانه نعم يحاسب المجرم. عيب هذا الاسلوب. انتم بتعتبروا انه هذا في اجرام؟ طبعا انا ما بقول له للدكتور قسطه، ما بقول له للدكتور قسطه الا المجرم. هيدا مجرم منه دكتور. ينال عذابه، العقاب. طيب هلا نحن رح نلقوا صوره مباشره للطفله فيها رحمه الله عليها. مثل ما عم تشوفوا هيدي هي صورة الطفلة، مثل ما عم تبعتوا تعليقات وتبعتوا لنا رسائل، لكن نحن نتمنى بكل المشاهدين معنا بهيدا البث المباشر بانه يعملوا نشر لهيدا الموضوع، كرمال يصير في اوسع واكبر تفاعل بكل انحاء لبنان والعالم. كما بنتمنى على الجميع بانه اللي عنده تقرب او واسطة انه يوصل او اي وسيلة اعلامية او